ازيكم؟ وحشتوني. مش من الطبيعي ان انا بجيب كتير كده، بس انا والله كنت غايبه عشان كنت بخلص تقديم المعهد. كنت بقى من الاداره دي للوزاره في العاصمه الاداريه. كنت كل شويه اروح، وكنت لازم اجيب ورقه افاده، ولازم اختم ورقه الافاده والكلام ده كله، ولازم اقدم. فانا من الطبيعي كمان ان انا ما بصحاش الصبح، فكنت بخلص الحاجات دي كلها وافضل مطبقه. فانا دلوقتي قدمت في المعهد العالي للعلوم الاداريه والتجاره الخارجيه نيو كايرو في التجمع. مبسوطه جدا ان انا قدمت، لان السنه اللي فاتت قبل ازمتي، السنه اللي فاتت قبل ما اقدم بشهر حصلت الازمه وما لحقتش اقدم. كان ناقص لي شهر بالظبط والحق التقديم، ما لحقتش، وقدر الله ما شاء فعل. والسنه اللي قبلها شقتي زي ما انتم عارفين. الحمد لله ان انا لحقت اقدم، ومبسوطه جدا لان دي كانت اهم خطوه في حياتي، ان انا ابقى شخص متعلم. حتى لو انا بعدين هعين الشهاده دي، بس انا تفكيري ان انا لازم ابقى شخص متعلم. لازم لما ابني اسره، او لازم لما اعرف اتكلم مع حد ابقى عارفه انا بتكلم ازاي. التعليم ده بالنسبه لي رقم واحد، والحمد لله ان انا لحقت وقدمت. اتمنى لو في حد في المعهد ده، يعني انا نفسي اتعرف على ناس لذيذه، نفسي اتعرف على ناس اللي بيني وبينها ما نبقاش تصوير وسوشيال ميديا. دي حاجه كان اهم حاجه بالنسبه لي، ان انا اقدم في المعهد او اقدم في جامعه او اقدم في اكاديميه او الحق اقدم. والمعهد ده الشهاده بتاعته معتمده، وهي حاجه كويسه جدا. مجرد ما اتخرج باذن الله هعرف اشتغل بشهادتي، فانا مبسوطه جدا للنقطه دي. تاني نقطه، انا كان اهم حاجه عندي شهادتي، وبعد كده افكر انا اخد خطوه في ان انا اتخطب، اتجوز، اقرا فاتحه، اعمل اي حاجه. كان بالنسبه لي وبالنسبه لتفكيري ان انا لما اقدم وابقى في جامعه، انا ليا كياني وليا قيمتي. انا دايما تفكيري اللي هو مثلا لو انا وحد اتخانقنا مع بعض ممكن يجرحني بكلمه، فانا ما بحبش ان انا ابقى حاسه ان انا اقل من اللي قدامي. ده دايما تفكيري، او يمكن ده الصح بالنسبه لي. دي حاجه. تاني حاجه، باذن الله قريب جدا قريب جدا جدا هيبقى في حاجه كويسه. انا مش هحرق اي حاجه عشان انا ما بقدرش اخبي عنكم، فمش عايز ما توقعونيش في الكلام، ما توقعونيش. بص من الانبساط بهبل، ما توقعونيش في الكلام. دي حاجه. تالت حاجة، أنا والله بخلص شوية حاجات كده عندي، وشوية حاجات لازم تخلص، وبعد كده هتشوفوا مفاجأة لذيذة جميلة مستنينا بقالنا كتير جدا. أنا مختفية عشان أنا والله كنت بخلص الإجراءات دي ومش قادرة أظهر. كنت تعبانة وكنت حاجات كتير هبل، فأنا مش قادرة أظهر ومش قادرة أبرر. فالنجاح والصمت والتجاهل ده يعتبر بداية نجاح ما تتوصفش. فقريب جدا هتشوفوني في حاجة حلوة، قريب جدا هتشوفوني في حتة حلوة قوي، قريب جدا هتفرحوا بينا.